عارف ايه اللي بيقتلك بالبطيء؟ انك راضي بكلمة الحمد لله انا احسن من غيري، بس بتقولها بانهزام مش برضا. انت حابس نفسك في سجن العادي انك تصحى بالعافية وتشتغل شغلانة ما بتحبهاش وتقبض قرشين يخلصوا في اسبوع وانت شايل الهم. مين اللي قال انك لازم تعيش كده؟ انت عارف ان النسخة اللي انت فيها دي هي اصغر نسخة منك. انت جواك وحش مركون في الضلمة بقاله سنين، وكل ما يجي يخرج انت بتسكته بكلمة اصل الظروف دي شماعة الضعفاء، والنجاح مش محتاج ظروف. النجاح محتاج فكر، إرادة، صبر، ومحتاج لواحد عنده طموح، او بمعنى الدارج بتاعنا محتاج عيل صايع بيفهم في الأصول يسرق الفرصة من بق الأسد. بص يا بطل، مفيش حد بيوصل وهو لابس بدلة شيك كده ونضيف. اللي وصلوا دول اتمطوحوا واترفضوا واتقال لهم انتوا فاشلين وما تعرفوش وما تنفعوش. الفرق بينهم وبينك انهم حبوا الوجع. عارفين الوجع في الجيم يعني عضلة تكبر، الوجع في المذاكرة يعني عقل بينور، الوجع في السهر في الشغل يعني رصيد يزيد. لو يومك عدى وانت مرتاح اعرف انك ما طلعتش خطوة لقدام. اليوم اللي يهد حيلك هو ده اليوم اللي بيبنيك. ما تخافش من الفشل، خاف من القعدة في مكانك. الفشل ده عامل زي الملح بيدي طعم للنجاح لما بيجي. تخيل طعم الفرحة وانت بتقول لكل اللي استهزأ بيك انا عملتها. المتعة دي تستاهل المرمطة ولا لأ؟ اكتب في التعليقات. ليه في ناس بتبدأ متأخر وتسبق الكل؟ عشان ما بيبصوش حواليهم. احنا جيل عينه على ستوري فلان وصور انستجرام علان. انت بتضيع طاقتك في مراقبة ناس هي اصلا مش شايفينك. ركز في ملعبك انت. الحصان الاسود هو اللي ما كانش حد مراهن عليه، اللي كان بيتدرب في الضلمة والناس نايمة. خليك غامض في تعبك ومرعب في نتائجك. لما تبدأ تنجح ما تبقاش مغرور، بس خلي نظرة عينك تقول أنا تعبت عشان أبقى هنا. الاستمرارية هي اللعبة. مش مهم تبدأ بسرعة، المهم إنك ما توقفش مهما حصل. القرار مش إنك تهد الدنيا في يوم، القرار إنك تقوم دلوقتي تعمل حاجة واحدة كنت مأجلها. مكالمة، مذاكرة، تمرين، شغل، أي حاجة. العالم مش محتاج ناس تتكلم وخلاص، العالم محتاج ناس بتعمل وبتفعل. ومثبت لنفسك انك تستحق النفس اللي انت بتتنفسه. وريني هتعمل ايه. ده مش مجرد فيديو، دي مواجهة بينك وبين نفسك. لو حاسس انك ضايع او محتاج حد يفوقك، الفيديو ده هيكشف لك ليه انت لسه محلك سر. انا مش عايزك تبقى شاطر، الشطار كتير. انا عايزك توصل لمرحلة التمكن التام، مرحلة ان اسمك لوحده يبقى هو الختم على اي حاجة بتعملها. تبقى انت المرجع وانت اللي بتحط قواعد اللعبة في مجالك والناس بتمشي وراك. خليني احكي لك حكاية واحد كان زيك بالظبط قاعد في اوضته الضلمة حواليه واليأس واكل قلبه. الشاب ده كان كل ما يفتح باب يتقفل في وشه. قدم في 30 وظيفة واترفض في ال30 وظيفة. حتى لما كنتاكي فتح في بلد وراح يقدم مع 24 واحد، قبلوا ال23 وهو الوحيد اللي اترفض. اتخيل كده احساسه، اتخيل كمية السواد اللي كانت في عينه وهو شايف الكل بيعدي وهو واقف مكانه. الناس بدأت تقول عليه منحوس، وهو نفسه بدأ يصدق انه ملوش مكان في الدنيا دي. لما سألوه، لما وصل بقى، لما سألوه انت ازاي كملت وكل الابواب كانت مقفولة، قال جملة توزن دهب. قال النهاردة صعب وبكرة اصعب، بس بعد بكرة في شمس هتنور. عارفين الراجل ده مين؟ جاك ما. هو ببساطة الراجل اللي عمل امبراطورية علي بابا. هو واحد من اشهر واغنى رجال الاعمال في الصين والعالم. قصته هي المثل الحي للمعافرة. مدرس انجليزي غربان، مرتبه ما يزيدش عن $12 في الشهر، ملك الفشل سابقا. سنة 1999 جمع 17 واحد من صحابه في شقته وأقنعهم بفكرة موقع يربط التجار الصينيين بالعالم. ومن هنا بدأت فكرة علي بابا.
النهارده ثروته بتتقدر بمليارات الدولارات، حوالي 27.2 مليار دولار، ده في سنة 2025، وبقى رمز عالمي لكل واحد بيبدأ من الصفر. جاك ما كانش أذكى واحد ولا كان معاه واسطة، هو بس كان أرذل واحد كان بيرجع يخبط على الباب اللي اتقفل في وشه 100 مرة لحد ما الباب نفسه زهق وفتح له. يا ترى انت هتعمل ده وهتقدر تعمل ده؟ ليه قلنا قصة جاك ما؟ عشان نثبت للمشاهد ان الفشل مش نهاية الطريق، ده مجرد محطة في طريق الأستاذية والتمكن. لو جاك ما كان استسلم بعد رفضه من كنتاكي ما كانش العالم عرف يعني ايه علي بابا النهاردة. عارف ليه حكيت لك قصة جاك ما؟ مش عشان اسليك، حكيتها لك عشان اكسر الصنم اللي انت عبده بقالك سنين، صنم الخوف من الرفض. احنا بنترعب من كلمة لا. لو قدمت على شغل واترفضت تقفل على نفسك وتقول انا فاشل. لو حاولت تبدأ مشروع وفشل بتقول الدنيا جاية عليا. انت عارف لا دي معناها ايه؟ دي مش نهاية الطريق، دي مجرد إشارة مرور بتقول لك هدي السر، غير الاتجاه، طور من نفسك وارجع خبط تاني. الرفض ده هو المبرد اللي بيسن شخصيتك. لو كل الأبواب اتفتحت لك من أول مرة كنت هتبقى شخص هش من جوه. أول عاصفة كانت هتهدك، لكن لما بتترفض 10-20 مرة بتبقى صلب وناشف، مفيش كلمة تقدر تكسرك. وده أول خطوة في طريق الأستاذية والتمكن. بصلي كويس، الرفض ده فلتر. الدنيا بترفضك عشان تصفي الضعفاء وتسيب بس اللي عايز بجد. لو انت عايز النجاح بجد هتاخد كلمة لا وتحطها تحت رجلك عشان تعلى بيها. جاك ما كانش أذكى من ال23 اللي اتقبلوا في كنتاكي، هو بس كان عنده مناعة ضد اليأس، كان عارف ان في باب اكبر مستنيه. انت كمان بقى، كم مرة اتقالك لا وصدقتها؟ كم حلم دفنته عشان خايف من نظرة الناس؟ لو انت فشلت انسى الناس كده كده هتتكلم. لو فشلت هيشمتوا، ولو نجحت هيحسدوا. فخليك بجح في طموحك، اتعلم ازاي تحول الرفض البنزين يحرق اليأس اللي جواك لما تترفض. انك تقع وتتكسر وانت بتضحك في وش الدنيا وتقول لها لسه بدري عليك يا دنيا عشان تكسريني. دلوقتي الكلام خلص والدور عليك انت. ممكن تقفل الفيديو ده وترجع تكمل تأليف في الموبايل وتنسى كل اللي قلته، وساعتها ما تبقاش تشتكي من حالك. وممكن تقرر النهاردة هو يوم الوفاة للنسخة القديمة ويوم الميلاد للنسخة اللي هتعمل التاريخ. واشوفكم في فيديو تاني بمشيئة الرحمن من فيديوهاتنا التحفيزية، وتمنياتي وتقديري واحترامي للجميع، وبالتوفيق بمشيئة الرحمن. سلام.